ظل تصاعد مروع لجرائم قتل النساء حول العالم، أصبح من الواجب رفع الصوت عاليا لفضح هذه الجرائم التي تعد انتهاكا صارخا لكل مبادئ العدالة والإنسانية. ليست هذه الجرائم مجرد حوادث فردية، بل هي إنتاج منظومة من التمييز والعنف الممنهج الذي يتغذى على الصمت المجتمعي والإفلات من العقاب، وثقافات تقدس الهيمنة الذكورية وتهمش قيمة الحياة المرأة. تشير التقارير إلى ارتفاع مطلق في إعداد قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تنقذ أرواح الآلاف النساء لأسباب مرتبطة بالشرف أو العنف الأسري أو الابتزاز المادي والمعنوي، أو مجرد الرفض لمطالبة المرأة بحقوقها الأساسية. في بعض المجتمعات تحاول جسد المرأة إلى ساحة حرب تسفك فيها الدماء باسم العادات البالية أو الدين المحرف أو حماية السمع. لا تنفصل جرائم قتل النساء عن سياق أوسع من التمييز الممنهج الذي تعانيه المرأة عبر التاريخ. ثقافة التملك اعتبار المرأة ملكية للعائلة أو الزوج، مما يسهل التصرف في حياتها كأداة قابلة للتدمير إذا خرجت عن حدود المسموحة. استخدام الخطاب الديني أو الاجتماعي لتبرير العنف مثل مقولات الستر أو العار، والتي تحمل المرأة مسؤولية الجريمة بدلا من الجاني. كل جريمة قتل ضد المرأة ليست مجرد فقدان فرد، بل هي تدمير الأسرة بكاملها، حيث يترك الأطفال بلا أمهات، وتخلف الصدمات آثارا نفسية لا تمحى، حيث تعلن أن المرأة ليست آمنة حتى في منزلها. فالإفلات من العقاب يشجع المجرمين على تكرار الجريمة ويعمق ثقافة الإقصاء. إن إنهاء هذه الجائحة يتطلب تحركا عاجلا إلى جميع المستويات، كما نطالب من الجهات المعنية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وإنزال أشد العقوبات بحقهم لتكون رادعا لكثرة حالات القتل. إلغاء أي قوانين تخفف عقوبة القتل بدعوى الدفاع عن الشرف، اعتبار جرائم العنف القائمة على النوع الاجتماعي جريمة ضد الإنسانية تستوجب عقوبات مشددة. التعامل بحساسية مع قضايا العنف ضد النساء. حملات إعلامية جريئة تكسر الصمت وتعطي منصة لضحايا العنف. حماية الشهود والناجيات من الضغوطات الاجتماعية التي تدافعهن إلى التخلي عن الشكوى. كما نواجه نداء إلى الضمير العالمي. قتل النساء ليس شأنا محليا أو خصوصية ثقافية، بل هو جريمة تناقض المواثيق الدولية. القتلى ليسوا أبطالا بل مجرمون، والحل ليس في إسكات الضحايا في محكمة الجنايات. لن نسمح بأن يكتب تاريخ الإنسانية بحبر الدماء الإنسانية. منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة 28/5/2025. لا لقتل النساء. لا لا لا.